السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة من أهم الفيديوهات اللي في الفترة ديت جدا جدا، لأن هو هيتكلم عن آخر حاجة. يعني أنت يعتبر أنت دلوقتي خلصت العمارة كلها وفاضل الشهر اللي هتشطب فيه، فهو دوت الشهر اللي لازم تركز فيه. هنتكلم عن أهم النصايح اللي هتعملها في المراجعة وأهم النصايح اللي هتعملها في آخر شهر في السنة. في الفيديو ده حاولت أجمع كل نصايحي ونصايح زمايلي وخبراتنا كلنا في الفترة الأخيرة ديت والحاجات اللي فرقت معانا كويس قوي، علشان أجمعها لكم في فيديو واحد وتلحقوا تطبقوها. فمهم جدا ان انت تكمل الفيديو ده للاخر، علشان لو نصيحه واحده نفعت معاك ممكن تغير حاجات كتير جدا في مذاكرتك وتغير حاجات كتير انت كنت مفكرها مش هتتغير. ولو ما تعرفنيش، معاك مصطفى محمد، سنه عامه في 26 وحاليا طب بشري. ولو انت مش متابعني تابعني واعمل لايك على الفيديو ويلا بينا. اول حاجه لازم تهتم بيها الفتره ديت ان انت يومك يبقى ماشي بتو ليست. لازم تكون منظم جدا في الفتره دي، حتى لو انت ما كنتش متعود عليها الفتره اللي فاتت لازم تمشي بيها الفتره دي. لحد دلوقتي في الجامعه في اي فتره في حياتك التو ليست هينظم لك يومك كويس قوي، لان هو بيعرفك انت هتعمل ايه. انت حرفيا بتصحى تكتب انا مثلا اول ما اصحى هشرب كذا، وبعد كده هصلي، بعد كده مثلا هاكل او افطر، اللي هو بتكتب كل حاجه. بعد كده هذاكر مثلا باب فيزياء، بعد كده هذاكر الدرس من الانجليزي، بعد كده هحفظ كلمات كذا. بتنظم يومك بالظبط علشان في اخر اليوم تشوف انت عملت ايه. لازم توثق اليوم اللي انت بتمر بيه، علشان دوت هيخليك منظم في حياتك عامه ومنظم جدا في الفتره ديت، وهتقدر تحسب انت فاضل لك قد ايه على اللي انت تخلص، وخلاص انت قربت تخلص ولا لا. تاني حاجة وأهم حاجة في الفترة دي حرفيًا إن أنت لازم تقرّب لربنا جدًا، حتى لو أنت ما كنتش قريب ليه الفترة اللي فاتت. في ناس ممكن تقول لك، أو مثلًا يقعد يفكّر والشيطان ييجي يوسوس لك ربنا عشان أنت بس مزنوق في حاجة هتقعد تقرّب لربنا. قرّب لربنا، أنت بتقرّب له عشان مزنوق. الفترة اللي جاية ممكن بعد ما خلاص أنت أول خطوة تيجي بسبب إن أنت كنت مزنوق مثلًا في الامتحانات وعايز ربنا يوفقك، بعد كده تنتظم من غير ما يكون في سبب أصلًا. فممكن ربنا يكون أصلًا مدّي السبب دوّة يخلّيك الفترة ديّة مضغوط وكل حاجة عشان تقرّب له. هو ربنا عايزك تقرّب له، فقرّب لربنا جدًا وخلّي في وِرد ثابت كل يوم حتى لو حاجة بسيطة. وادعي كتير جدًا، ادعي كتير جدًا بجد إن أنت ربنا يوفقك وربنا يكرمك. الدعاء حرفيًا هو اللي هيغيّر كل حاجة في حياتك. تالت حاجة ابعد عن كل المشتتات، أي حاجة بتشتتك، أي حاجة بتضيّع وقتك في اليوم. أنت اقعد مثلًا مع نفسك كده واقعد فكّر، أنا إيه اللي بيضيّع وقتي في اليوم؟ بالتليفون، اقفل التليفون. مثلًا بتنزل، ما تنزلش. أي حاجة بتضيّع وقتك الغيها، أي مشتتات عامةً في حياتك الغيها. الفترة ديّة ما ينفعش يكون فيها أي تشتيت، فلازم تركّز. هو شهر دوّة يا إما تنقذ كل اللي فات، يا إما تضيّع كل اللي فات. لإن مثلًا لو أنت دلوقتي بتبني عمارة، المثل ده أنا سمعته السنة اللي فاتت وفعلًا هو بيتطبّق على السنة بتاعتنا بالضبط. أنت دلوقتي بتبني عمارة، وصلت للدور الأخير، العمارة حرفيًا على الأحمر، اللي هو الطوب أحمر مش باين منها أي حاجة. هتيجي في الشهر الأخير اللي هو أهم حاجة هتشطّب ويبقى دي فعلًا العمارة اللي أنت كنت عايزها، والّا هتسيبها طوب أحمر وخلاص وهتخش الامتحان زي ما هي بقى؟ رابع حاجة ما تنامش أقل من 5 أو 6 ساعات في اليوم. ما لكش دعوة بالناس اللي تقول لك أنا بانام ساعتين، أنا بانام 3 ساعات. لو أنا في ثانوية عامة ما كنتش بانام، ما لكش دعوة بالكلام ده. لو أنت ما نمتش أنت مش هتركّز. وأنا كنت منزّل فيديو للنوم، هتلاقي الفيديو اللي قبل دوّة وهاحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. فلازم تنام في الفترة ديّة 5، 6 ساعات، أقل حاجة 5، 6 ساعات. ممكن تزوّد مثلًا توصل ل7، بس برضه ما تكترش عن 8 ساعات، لأن أنت الفترة ديّة محتاج عدد الساعات اللي أنت هتذاكر فيه، فيبقى المتوسط بتاعك مثلًا 6 ساعات في اليوم. وأنا كنت منزّل لكم كده نظام ممكن تمشي عليه، والنظام دوّة بتنام فيه 6 ساعات وبتذاكر 16 ساعة. رابع حاجة ونقطة مهمة جدًا، لو أنت مراكم أي حاجة خلّصها في الفترة دي. ما فيش حد يلعب في دماغك أو أنت تقعد تفكر أنا خلاص أنا مثلًا في الباب دوّة مش مضبّطه أوي أو متراكم، هابقى ألمّه في ليالي الامتحانات. أنت مش ضامن ليالي الامتحانات يحصل إيه، ممكن مثلًا ما تقدرش تذاكر، ممكن في حاجات تانية أهم تظهر لك إن أنت تركّز عليها. فما فيش حاجة اسمها إن أنا هاسيب الباب دوّة لليالي الامتحانات. تخلّص أول بأول. أنت دلوقتي مثلًا متراكم، أنت في فترة المراجعة مطلوب منك إن أنت تلِم. ما تبدأش تحل شوامل غير وأنت مخلّص. مثلًا أنت دلوقتي بتحل شوامل، يبقى أنت خلاص محتاج إن أنت تخلّص. عليك تراكمات، يبقى الأولوية للحاجة اللي أنت واقعة منّك. ما ينفعش تخش الامتحان وأنت في حاجات واقعة منّك. أنت دلوقتي في فترة إن أنت تراجع فيها، الفترة ديّة تلِم التراكمات بتاعتك. ما فيش حاجة اسمها أنا مراكم يبقى هاسيب التراكمات عشان أبدأ أحل. ما أنت هتحل مش هتعرف تحل أولًا، وفي حاجات كتير جدًا هتغلط فيها، والأسئلة اللي أنت مش هتعرفها هتسيبها علشان ليالي الامتحانات، فهتبوّظ الدنيا. لِم تراكماتك وبعد كده ابدأ حل. ويستحسن تعمل الاتنين مع بعض، يبقى أنت بتلِم التراكمات وبتحل في نفس الوقت عشان توفّر وقت. ونقطة مهمة جدًا، لازم تستمر في السعي مهما حصل. مهما أنت كنت تعبان أو أي حاجة لازم تكمّل. اللي بيوصل في الآخر هو اللي بيكمّل، مش اللي ادّى طاقة جامد أوي في الأول وبعد كده هبّط في الآخر. لأ، اللي بيكمّل في فترات عادي تطلع جامد وفترات تنزل جامد، طبيعي ده جدًا. ما فيش حد بيفضل طول العمر اللي هو فوق ولا حد بيفضل طول العمر تحت. ركّز إن أنت تكمّل. حتى في المذاكرة لازم تستمر على نظام معيّن، ما تخلّيش مثلًا الحماس هو اللي يخلّيك تذاكر. إن أنت اتشجّعت إن أنت شُفت مثلًا فيديو تحفيز وكده تروح تذاكر لك ساعتين وبعد كده تروح خلاص تنام. لأ، خلّي في نظام. أنا كده هاذاكر، اتحفزت ما اتحفزتش، في شغف ما فيش شغف، هاذاكر. واوعى تزعل على درجاتك الفترة ديّة. طبيعي إن أنت تنقص، طبيعي في الشوامل تنقص، وممكن تنقص النُص وأكتر من النُص عادي، لإن أنت أصلًا بدأت حَل. أنت دلوقتي بتحل على حاجة أنت واخدها من حوالي 8 شهور،
فطبيعي إن أنت لازم تراجعها وتحل مرة و2 و3. الناس اللي بدأت مراجعة من بدري أو شغالة في المراجعة بقى لها فترة هي اللي هتعرف الفرق ده، لأن هم خلاص هم راجعوا أصلًا وبدأوا حلّوا مثلًا حلّوا 10 شوامل عقبال ما درجاتهم بدأت تتضبط. فأنت ما تحلّش أول شامل تلاقي نفسك ناقص مثلًا 20 درجة تقول إيه ده أنا خلاص أنا مش هانفع، أنا خلاص كده مستوايا راح، أنا كنت كل ده باذاكر ودلوقتي مش عارف أحل. ما فيش أي حاجة اسمها كده. لازم ما تخلّيش درجات الدروس أو درجات الامتحانات أو درجات الشوامل أو أي حاجة أصلًا تأثّر على نفسيتك دلوقتي، لأن أنت لازم تكمّل. كانت درجاتك حلوة أو درجاتك وحشة لازم تكمّل، الامتحان كده، كده هتمتحنه، ذاكرت ما ذاكرتش هتمتحن، درجاتك حلوة درجاتك وحشة هتمتحن. ده غير إن جو اللجنة والامتحانات أصلًا ده بيخلّيك تخش في حالة غير اللي أنت فيها في البيت. أنت في البيت بتبقى ممكن مستهتر شوية بالسؤال ما تركّزش فيه، أنت وأنت في اللجنة بتقرا السؤال أكتر من مرّة وحرفيًا بتبقى بتموت على الكلمة وأنت بتقراها. مش فاكر دي النصيحة رقم كام، بس المهم إن أنت ما لكش دعوة بأي حد تاني. واحد مثلًا يقول لك أنا دلوقتي داخل في الكتاب الرابع، أنا داخل في الكتاب الخامس، أنا خلّصت كتابين 3 في المادة ديّة، ما لكش دعوة، حتى لو بتحل كتاب واحد ولسه ما خلصتوش ما لكش دعوة هو حل إيه. أنت المهم إن أنت بتذاكر، عارف إن أنت بتعمل اللي عليك وما فيش وقت إن أنت تعمل حاجة تانية، يبقى خلاص ما لكش دعوة بأي حد تاني. ما فيش حاجة اسمها أنا حليت 100 كتاب ولازم عشان أخش طِب يبقى أجيب 100 كتاب والجو ده، لأ ما لهاش علاقة. فما لكش دعوة واحد مثلًا حل كتاب كتابين، ما لكش دعوة أنت بتحل في كتاب واحد. أنت ماشي طول السنة لوحدك وهتكمل للآخر لوحدك، ما لكش دعوة هو بيعمل إيه. هو ممكن يكون بيحل كروات عادي، ممكن يكون بيحل سؤال سؤالين وخلاص ويقول لك أنا خلصت كتاب، وممكن يكون هو بيقول لك كده وخلاص. فالله أعلم بكل واحد. أنت طالما عارف إن أنت بتعمل اللي عليك وخلاص ما فيش حاجة تانية تتعمل يبقى أنت تمام. واخيرا ابعد عن اي حد محبط وخلي كلامه حافز ليك، اللي هو مثلا واحد يقول لك انت ما تقدرش تعمل كذا، انت مفكر ان انت بدأت في الاخر يبقى انت كده هتبقى زي اللي بدأ من الاول، مالكش دعوه باي الكلام ده وخليه ده حافز. لو انا في اخر السنه هوريك انا هعمل ايه. ما تخليش اي كلام محبط يأثر فيك. الفتره ديت في ناس كتير جدا هتظهر في حياتك على حقيقتها. ممكن واحد صاحبك كنت انت مفكره قريب جدا ليك يظهر على حقيقته وتلاقيه مره واحده قلب اللي هو ايه، انت اصلا مش نافع وكده. فمالكش دعوه باي حد من الكلام ده، واي حد يقول لك كلام زي ده ابعد عنه وخلي كلامه حافز ليك اصلا، اللي هو انت حرفيا انت بتعمل معايا جميل، انت بتحفزني. وبكده نكون خلصنا الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واي فيديو ينزل يوصلك في نفس الوقت. وما تنساش تتابعنا على الانستجرام وتبعت لي اي مشكله بتواجهك، خش جروب التليجرام هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. سلام.